السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تتخيلوا ان ب50 جنيه بس عملت 50 صباع كفتة بسارية؟ اه والله بجد، بطعم خطير وتوفير اكتر. خليكم معايا وهقولكم السر ازاي عملت كل الكمية دي بطعم احلى من الجاهز. عاوزة اقولكم كفتة البسارية طلعت يا جماعة احلى كتير خالص من كفتة الجمبري. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف العظمة دي اتعملت ازاي. مبدئيا انا جبت كيلو ونص بسارية، كان حجمها رفيع كده ومش عاجبني، مش هتنفع ان هي تتشوى وكده، فقلت بقى انا هعملها كفتة. بننضفها زي ما انتم شايفين كده، بنمسك راس البسارية ونشدها لورا بالشوك بتاعها لحد الديل، وبتكون خلاص نضفت. هي سهلة بس بتاخد وقت شوية في التنظيف، خاصة لو هي صغيرة. بعد كده بروح اغسلها بقى، ودي اهم حاجة يا جماعة، لازم نغسلها كويس قوي 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 ونتأكد ان هي نظيفة مفيش فيها ريحة زفارة. شايفين انا غسلتها يجي 3 مرات كده، وبعد كده صفيتها. هجيب بقى المحلول اللي انا بنقع فيه السمك والحاجات عندي، بحط ملح وليمون ودقيق، وبنقع فيهم السمك بتاعي وبسيبه شويه كده، بس مش كتير قوي يعني ولا حاجه. وبعد كده بقى بصفيه في مصفى زي ما انتم شايفين كده، وهشطفه كويس خالص واسيبه يتصفى كويس خالص. انا عاوزه اقول لكم ان كيلو ونص البسارية اللي انا جايباهم صغننين دول ب50 جنيه. قبل ما نفكر نعمل كفتة البسارية لازم نكون مجهزين عندنا رز مطحون. عندنا كيلو سمك بسارية متنضف، يعني مفيش فيه اي شوك ولا اي حاجة، هو صافي كده كيلو. وعندنا ربطة خضرة تكون مغسولة كويس ومتصفية، ميبقاش فيها مية كتير. تمام كده يا حلوين. بالنسبة للبصل، عندنا 3 بصلات حجم وسط، بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. عندي كوبايتين رز مطحون، وعندي 3 4 فصوص توم كده. البهارات بقى، انا مستخدمة معلقة الشاي، حاطة معلقتين من الكمون والكزبرة والملح، وحاطة نص معلقة بيكنج باودر ونص معلقة فلفل اسود ونص معلقة شطة. تمام كده. مش عاوزة تحطي الشطة ما تحطيهاش. هجيب بقى الكبة بتاعتي وهقطع فيها البصل كده اربع، وبرضه هحط التوم، وهنحط المكونات اللي عندنا كلها، بس انا مش هحطها كلها مره واحده، يعني هنزل بنص كميه السمك ونص كميه الرز، احط التوابل والخضره برضه نفس النظام، بحيث ان انا اسمح لان الكبه بتاعتي تسخن الحاجات دي كويس وتعجنهم عجنه محترمه كده. تمام. طبعا يا جماعه ضربك في الحاجات دي كويس في الكبه هو اللي بيخليها ما تفكش منك في الزيت. كنت ضربتهم كويس ورجعت حطيت بقى الرز عندي، طبعا اللي كان في الطبق ده يا جماعه كوبايه ونص، كنت عاينه نص كوبايه كده على جنب، بحيث ان انا لو احتجتها ازودها. شايفين كده اهو. احنا بنحطش كل كميه الرز مره واحده، بحيث احنا بنمسك القوام بقى، لو حسيت ان هو لين قوي هتزودوا له رز مطحون، لو حسيت ان هو جامد بقى قوي وناشف كده معاكي، هتضطري ان انت تزودي مثلا معلقه ميه. تمام. اهو كده بقى انا كنت خلصت الكميه زي ما انتم شايفين كده. هاتأكد برضه إن الضرب بتاعها تمام، تفضلي تضربي فيها لحد ما تحسي إن بقت عجينة فعلًا. تمام. حطيتها بقى في التلاجة تتشمّع كده شوية صغيرين على ما أعمل هاجهّز الصلصة اللي أنا هاحط فيها الكفتة. أنتِ مش عاوزة تحطي في صلصة تستخدميها بس مقلية، براحتك عادي خالص. جبت كده كام فص توم، فصين والّا حاجة، وكمان نُص قرن فلفل أخضر كده، ممكن ما نحطش عادي خالص. وأهم حاجة عندنا البصل، بنقطعه مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين كده، علشان نعمل بقى التسبيكة بتاعة الصلصة او التخديعة الدمعة، على حسب بقى انتوا بتسموها تمام. انا ما استخدمتش بصل كتير ولا حاجة، يعني يعتبر بصلة حجم وسط كده. تمام. رحت بقى في صينية كده حاطة فيها شوية زيت، حطيت بقى البصل بتاعي، وهحط برضو كمون وشوية كزبرة، وهقلب اقلب، وساعة ما البصلة تدبل شوية هحط برضو شوية الفلفل والثوم. نقلب بقى، وساعة ما يتدلوا كلهم مع بعض هحط بقى الطماطم اللي انا مصفياها وركناها على جنب يعني. هنا بقى كان خلاص الكفتة بتاعتي اتشمعت، هجيب شوية زيت. اهم حاجة عندنا الزيت يا جماعة، هو اللي هيساعدك ان انت تصبعي الكفتة بتاعتك. انا مبدئيا لما اجي اعمل اي كفتة بجيب طبق كده وبكور الكفتة الاول قبل ما اصبعها، علشان اتحكم في حجمهم ان هم يكونوا كلهم حجم متساوي. بعد ما كورتهم رحت بقى ماسكة كل كرة من دول وعاملاها صوبع، ببل ايدي شوية زيت صغيرين كده، وابرم كده في الكرة لحد ما تبقى صوبع بالشكل اللي قدامكم ده، سهلة خالص. عاوزة اقول لكم كمية البيكنج باودر ما تزودوهاش كتير، علشان الصوبع بتاعك ما ينفش منك قوي وحجمه يتضاعف قوي يعني. هو الكمية اللي انا حاطاها دي كويسة قوي بالنسبة لي. شايفين؟ بحاول ان انا اظبط المقاس بتاعهم ان هم كلهم يبقوا متساويين، مترولين رلة حلوة كده. عاوزة اقول لكم بجد الكمية
روعة. يعني متخيلين إن 50 صابع كفتة يطلعوا لكم من 50 جنيه؟ وعاوزة أقول لكم بجد الطعم روعة بجد يا جماعة، طعمها فعلا جميل جدا، أنا هتنبهروا بجد. نسيت أقول لكم يا جماعة صلوا على النبي. بالنسبة للرز عشان نطحنه، بتغسليه كويس وبتصفيه وبتنشفيه كويس خالص، يعني يبقى متحمص كده مفيش مية، وبتروحي ضرباه عادي في المطحنة بتاعتك. الطماطم بتاعتي كانت خلاص نشفت ويعتبر استبكت. قفلت عليها بقى ورحت جبت طاسة كده حاطة فيها زيت علشان أحمر الكفتة. الأول النار بتبقى عالية، أول ما باحط الكفتة باروح مهدية النار مخليها وسط، هاوريكم من شكل النار دلوقتي، شايفين؟ وبتسيبيها بقى على النار وإيدِك فيها كل ما تحسي إن هي خدت لون تقلبيها لحد ما تتحمص كده وتاخد لون جميل كده من كل الجوانب. كل أمّا المكان يتوسع عندي أحط شوية كفتة. أنا كنت عاملة الكور ديّة علشان عيالي بيحبوا الكفتة بتاعة البسارية وهي متكورة، كور صغنونة كده بيحبوها يعني، فأنتِ عادي ممكن تشكليها مكورة، صوابع براحتك. شايفين؟ هاجيب بقى أمّا تيجي تطلّعي الكفتة بتاعتِك من الزيت ما تطلّعيهاش على مناديل ولا تحطيها فوق بعضها في طبق، أنتِ هتطلّعيها في مصفى. كنت طبخت الرز برضه زي ما أنتم شايفين كده، أنتِ ممكن تستخدمي بقى أي حاجة أنتِ بتحبيها، عاوزة تاكلي بعيش براحتك، عاوزة تاكلي برز براحتك، أنتِ حرة. التسبيكة كنت حطيتها برضه على نار تانية عشان تسخن كده وهازوّدها شوية مَيّة، شايفين؟ إيه رأيكم بقى؟ أنا هازعل أوي يا جماعة لو أنتم ما عملتوش لايك بعد كل العظمة ديّة. أنا عاوزة أقول لِك أنتِ أصلًا ممكن تاكليها مقلية عادي، مش لازمًا تعملي خطوة الطماطم ولا التسبيكة دي خالص. دي بقى بقية الكمية، يعني أنا استخدمت نُص الكمية بس وقليتها بالشكل ده كده، هابدأ بقى أحطها في الصلصة، ونُص الكمية التانية هاخزّنه بقى في الفريزر، في يوم تاني بقى أكون عاوزة أعمل الأكل على السريع كده أطلّعها وأعملها. شايفين يا جماعة؟ عظمة بجد. عاوزة أقول لكم ما فيش أي ريحة زفارة خالص فيها، ودي الميزة اللي فيها، يعني الحمد لله ما كانش فيها ريحة أي زفارة خالص، استخدموا طريقة التنضيف اللي أنا استنضفت بيها السمك النهارده بجد تحفة. هاحط بقى الكفتة بتاعتي كده في الصلصة واسيبها شوية واضبط بقى الملح بتاع الصلصة وكلام من ده، طبعًا الوش ده يا جماعة إحنا بنشيله بس أنا ما كنتش صورته معاكم، وبعد ما بتستوي بقى بتطلع معانا بالشكل العظمة ده. إيه رأيكم؟ وبكده يا جماعة تكون كفتة البسلة الجبارة خلصت معانا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لكل حد بيدور على أكل اقتصادي وحلوة كده. اكتبوا لي بقى في الكومنتات رأيكم وتحبوا تشوفوا تاني. استنوني بقى في فيديو جديد وباي باي.